جدعان اقسم بالله الواحد زهق. انا قلت احنا فريق ملط، ميشو وبيشو وميزو، فريق عرة حسب الله ونعم الوكيل فيك يا حسين يا لبيب. الله يخرب بيت. ده مجلس إدارة على اللاعبين على مدرب. احنا مشينا بيسيروا ليه؟ زفت الطين جروس ليه؟ يعني احنا مشينا جروس عشان الأداء وحش. جبنا بيسيرو ولا أداء ولا نتائج ولا لعب ولا أي حاجة. عك 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 عك. كل حاجة عك. ايه ميشو بيشو ده؟ ايه ضد لعيبة؟ ايه الزناري ده؟ الفريق كله زي الطين. فريق بيعمل عيش الفلاح. احنا الفريق كله ما فيهوش الا صبحي وصلاح الدين مصدق، بعد كده كله عايزين الفلاحة وخبيزيا اللي مرتاحة. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا لبيب. انت كنت بتقول احنا هنجيب لعيبة من الاهلي، دلوقتي لعيبة الزمالك كلها رايحين الاهلي. فما ياخدوك انت رخر مكان اللي عمهم حارس يا اسطى. تروح تشتغل لهم هناك، تشيل، تنظف اوضه الملابس، تشيل لهم الجزم، تعمل اي حاجه بدل ما انت كده مالكش لازمه في الدنيا، انت ومجلس الاداره بتاعك اللي جاي للشو وجاي تصيط، وبدل ما يعمل اعلانات بملايين اهو بتصيطوا في مجلس اداره نادي الزمالك. فالواحد جاب اخره، اقسم بالله الواحد جاب اخره وما عادش هيسمع عليكم مهما كان. بخصوص ابو زيزو، في مثل بيقول لك الجعان عمره ما بيشبع. فانت معروض على ابنك 80 مليون، عايز تاخد 30، خد منه هو مش منا احنا يا اسطى. خد من ابنك يا اسطى، احنا مش هنشتغل عندك وعند ابنك اللي ما كانش حد يعرفه غير انت وامه، ولو له ابن خاله ولا حاجه. فخد منه. احنا مش هنصرف عليكم ونجيب لكم عربيات ونجيب لكم حياه، وكمان انت عايز هنصرف عليك انت كمان عايز فلوس. لا، ما هو النادي اصلا خرابه على دماغك ودماغ ابنك ودماغ مجلس الاداره ودماغ اللعيبه اللي فيه. كده كده خربانه، كده كده خربانه. فانت قسموا مع بعضيكوا، مش هنقسم عليكوا احنا.